السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده بأحسن صحة واحسن حال يا رب. النهارده كده جايه لكم بفيديو جديد، وحشتوني من الفيديو اللي فات. والنهارده كده ان شاء الله هنعمل مع بعض كده روتين خفيف، يعني شغل يومي كده بنعمله كل يوم، مفيهوش حاجات تقيلة عشان معايا شوية برد بقى فمقعدني مش عارفة اعمل حاجة. فيادوب نعمل الاكل ونشوف الحاجات البسيطة اللي احنا عندنا في اليوم عايزة تتعمل ضرورية اوي يعني، ونعملها عشان طبعا المجهود بيقل شوية مع البرد والنفس وكده. فلأول مرة تشوفيني ياريت تنزلي تشتركي في القناة، تك على كلمة الاشتراك باللون الأحمر وفعل الجرس عشان يوصلك أي فيديو جديد بنزله، ولايك للفيديو ده. ويلا بينا بقى نشوف النهاردة. أنا بدأت معاكم كده اليوم. كنت بعمل كوباية شاي بلبن كده هفطر. عملت سندوتش جبنة بيضة على تركي، يعني فطار كده خفيف عشان بس مش قادرة ان انا اكل يعني فطار اعمل بيض وكده. انا بحب اعمل بيض على الفطار، بس البيض بقى بيزود لي شوية اعراض البرد، بحس ان مناخيري بتتقفل اكتر. هم علميا يعني بيقولوا انه ملوش اي علاقة، بس احنا كأمهات بقتنا او امهاتنا زمان كان معروف ان البيض والسمك ما ينفعوش مع البرد، وهو عمليا الصراحة ما ينفعوش علميا ينفع، بس عمليا بيتعبوا زيادة فبلاش. بس النهارده كنت عايزة اعمل بقى بليلة. نقعتها كده يعني مش من بالليل ولا حاجة، نقعتها ساعة او حاجة، وبعدين حطيتها بقى، حطيت لها مية وحطيتها تتسلق لحد ما هي بدأت تخش في 3/4 سوا، وبعدين بقى حطيت كمية اللبن عليها. يعني دي كوبايتين بليلة، حطيت عليهم كوبايتين من المية اتسلقوا، وبعد كده كوباية بقى من اللبن عليها وش قشطة كده، تديها طعم غني وتخلي طعمها احلى. بس بقى التحلية دي بتاعتك. انا حطيت 3 معالق كبار سكر، لو عايزة تقللي بقى الكمية يعني على حسب ما انتي عايزاها. وحطيت لها كمان رشة من الفانيليا بس ما جاتش في التصوير. بس وتقلبي بقى فيها وتحطيها على نار هادية خالص لحد ما تبدأ ان هي تستوي معاكي خالص، واللبن كده يعني ياخد ويدي فيها. بس خلاص اول ما تتكي بقى عليها تلاقي كده الحباية يعني اتهرست معاكي بسهولة وخلاص مستوية، بتبقى حلوة برضو. انا بحبها وهي يعني ايه فيها المضغة دي كده، بتقرش كده، بتبقى حلوة قوي ومفيدة كده للأطفال ومغذية، وأحسن بقى من الكورن فليكس والحاجات دي. يعني كورن فليكس بلدي بتاع زمان ده مفيش أحسن من الحاجات الطبيعية. والله توتي حبيتها، أنا كنت متوقعة ان هي يعني مش هتاكلها، بس الحمد لله يعني حبيتها. ممكن يكون طعم الفانيليا عامل في الطعم شوية فيعني حبيتها. بس اعملوها كده لأطفالكم بألف هنا وشفا. النهارده بقى كنت سلقت كده فرخة عشان البرد، فقلت عايزة اعمل معاها بقى خضار، يعني حاجة مغذية وفي نفس الوقت تكون سريعة. فبفحكش كده في الفريزر لقيت كنت مخزنها سبانخ، فقلت لها تعالي هو الوقت المناسب ليكي دلوقتي وانا تعبانة كده مش قادرة اعمل حاجة. فقطعت كده بصلاية فرمتها كده صغير. انا كنت اليوم ده بستسهل، يعني عايزه اقول لكم اي حاجه في الانجاز بعملها. يعني خرطت البصله كده على ايدي، مش لسه هطلع الكبه واعملها بقى واغسلها، تعالي اقشرك على ايدي وخلاص. عملتها كده بسرعه على ايدي من غير حتى لوح تقطيع ولا حاجه، وقعدت بقى اشوح فيها كده وادبلها شويه لحد ما خدت لون دبلان حبه، وبعدين بقى نزلت عليها. كان عندي صلصة جاهزة الحمد لله يعني في التلاجة، ما اضطريتش ان انا هعمل طماطم. فحطيت بقى كده شوية ملح عشان البصل يدبل معايا بسرعة، ونزلت بقى السبانخ كانت لسه متجمدة زي ما هي، فحطيتها كمان تاخد تشويحة وتفك مع البصل. السبانخ من الحاجات المفيدة جدا ومغذية وفي نفس الوقت يعني مش تقيلة، يعني مش من الخضار التقيل اللي هو هيتعبك.
ولا هيتعب بقى نقرس ولا حاجه، ومفيش اكتر منها في الشتا. فحاولي بقى في فترة الشتا دي مثلا تجيبي سبانخ، تعملي اكله وتخزني، تعملي اكله وتخزني. تيجي بقى في الموسم اللي هو مفيهوش سبانخ تلاقيها عندك في الفريزر. بحبها جدا والله. بس غطيت بقى عليها كده مع البصل لحد ما فكت خالص. بحب اشوحها مع البصل كده الاول قبل ما احط لها الطماطم والشوربه. اول بقى ما دبلت كده خالص وفكت، نزلت عليها بالصلصه الجاهزه عندي. كنت عاملاها مش فاكره كنت عاملاها لايه، بس هي كانت عندي في التلاجة جاهزه. فقعدت كده اشوح بقى فيها لحد ما خدوا ودوا مع بعض شويه، وبعدين بقى نزلت عليهم بالشوربه. كان عندي شوربه متجمده في الفريزر، مرضتش ان انا احط من شوربة الفراخ لاني محتاجة اشرب منها، يعني هي صبحة وكده عشان البرد. فمرضتش ان انا اضيعها في الطبيخ، وقلت هجيب لها شوربة من الفريزر بس. ووطي بقى عليها خالص. مرحلة كل المراحل ديت احنا يعني النار هادية. هديت بقى عليها خالص لحد ما بقت بالشكل ده، وخلاص كده. اخر بقى تكة بحب صراحة اعملها مع الاكل، بتفرق قوي في السبانخ، وبتفرق كمان في الملوخية، اسمها ايه كده كده بنعملها في الملوخية، البامية. الدقة دي شبه دقة الملوخية كده، بس بعملها بقى في السبانخ وفي البامية كده في الاخر، بتدي طعم فظيع. بتحليها بتخليها في حتة تانية. بس شوحتها بقى كده لحد ما اصفرت، وبعدين قمت منزلاها عليها. كانت والله بجد كانت رهيبة مغذية حتى، يعني الحمد لله. الحمد لله بفضل الله. توتي كلت منها، انا مكنتش متوقعه انها تاكلها. هي بتاكل اكل كده معين ما ينفعش انها تغيره، بس الحمد لله يعني الفتره دي بحاول ان انا ادخلها حاجات ما بتاكلهاش، والحمد لله يعني بتاكلها. بس بقى كده كنت بفصل شويه بعد الغدا، كنت عايزه بقى اعمل كوبايه ليمون. ال- البرد يعني الصراحه عامل واجبه معايا. انا طول ما انا قاعده بقى شغاله اكل في ليمون وفي سفندي. معلش بقى بان انفصلت الفيديو عشان نوبة العطس جت. قعدت اعطس كتير ورا بعض فما كنتش قادرة اتكلم. بس المشروب ده حلو المناعة، يعني بيحسن من النفس وكده، تقدري تاخدي نفسك. بس بحط بقى عسل، وبحط كمية 3/4 مية يعني سخنة، وربع مية فترة من الحنفية عادية، عشان الليمون يعني بيفقد قيمته لما بنحطه في ميه مغلية. فبحط له 3/4 كده مغلية من الكتل، والربع ايه من الحنفية عادية، وبس. واقلبهم بقى وبعدين اضيف الليمون. حاولوا بقى تكتروا اليومين دول من الحاجات الدافية ونحاول نزود مناعتنا شوية. ناخد مثلا فيتامين سي اللي هو الاقراص دوت برضو كويس، مع انه يعني بمثابة ليمونة او كلتي سفندية او كلتي برتقانية. يعني الحاجات دي كلها بتوازن القرص، بس برضو يعني ناخد ده وده، نعمل اللي علينا. اعذروني بقى على صوتي النهارده، بجد انا ضايعه خالص. ربنا يعافينا كده يا رب، ويعافيكوا ويبعد عننا كل شر. فالايام دي حتى الاطفال صعبه جدا توصل بقى معاهم، لا قدر الله ربنا يحفظ اولادنا واولادكم، توصل معاهم للنفس بقى، انه مش بس حتى الكورتيزون مش بيعمل نتيجة، لازم بقى جلسات نفس وفترة طويلة، مش من جلسة ولا اتنين، لازم الطفل يفضل مواظب عليها فترة طويلة. انا كنت اصلا ناوية اعمل اوضة الصالون والصالة بقى هعمل لهم روتين وكده، وهظبطهم قبل الشتا، بس يعني الحمد لله بقى ما لهمش نصيب الاسبوع ده. انا لو شميت بس كده رش التراب من الشبابيك دي خلاص يعني هرقد فيها. فقلت خليها بقى لما الواحد يخف خالص كده ويتعافى ويقدر ان هو يعمل حاجة هيعملها. بعد ما تاليا بقى مشيت المدرسة، الكلام ده كان بالليل بقى، وجت نامت واتغدينا وخلاص.
قولت بقى ايه هطبق شوية الهدوم كدا اللي عندي بحط هدوم الخروج ديت مش بطبقها بحطها مفروضه كدا على جنب عشان اعلقها علي طول واطبق بقي الحاجات اللي هي هتترص في الدواليب مكانها كدا الحمد لله انا اصلا خلصت الدولاب بتاعي وبتاع توتي وكدا وخلصناهم يعني معادش في مكان يعني الشتوي حضرته وطلعت الصيفي وظبطت المفروشات والحمد لله روقت الدواليب وخلصتها يعني الواحد كدا بيعمل ايه اللي هو الحاجات بقي اليومية لكن الحاجات بقي التقيلة ديت الحمد لله خلصتها والله ربنا يعين الأمهات وراهم حاجات كتير ومسؤوليات والدنيا اصلا بقت صعبة ربنا يعين كل واحد كدا علي اللي عنده يارب بس بقي خلصت زي ما قولتلكوا مش بحاول اعمل حاجات كتير يعني وانا تعبانة عشان خاطر يعني محسش اني تعبانة اكتر مجرد بس يعني الواحد بيعمل الحاجات اليومية يحس تبقى الدنيا فايقة وخلاص هنا طبعا جت فقرة المذاكرة بتاعة توتي بعد ما بتعمل واجب المدرسة ببقى عايزة بقى ايه تشخبط في الكتاب بتاع المدرسة وتعمل بقى حاجات هي مخدتهاش لسه فقولتلها لا تعالي بقى ايه هنجيب كدا حاجة فاضية كراسة فاضية ونقعد بقى نعمل فيها اللي انتي عايزاه كنت جايبالها بقى الحاجات ديت الاشكال دي بتلزق مغناطيس فيها مغناطيس من ورا ممكن تلزق بقى على اي حاجة معدن او حاجة فعملتلها بقى نشاط كدا ان احنا الحاجات اللي هي مراجعة بالنسبة الحاجات اللي هي بقى ايه يعني عارفاها كويس بأكدلها عليها وبعدين ممكن بقى ناخد مثلا حرف جديد رقم جديد حرف عربي جديد كدا هي كمان من النوع يعني مش مطيعة اوي في ان هي تقعد معايا فبصدق بقى انها هتقعد فخلاص طب تعالي نرجع شوية وبتاع فقعدت بقى كدا معاها شوية والنشاط دا كمان حلو انها تستعمل بقى الحاجات بايديها وكدا بتتشجع ان هي تعمل لكن تعالى اذاكرلك والجو دا مبترضاش لازم الانشطة اللي زي دي بس فخلصنا كدا الواجب وقعدنا بقى شوية كدا مع بعض نعمل في الأنشطة اديتلها شوية ارقام شوية حروف letters وحروف عربي هي لسه مش حافظة حاجات اوي يعني هي حافظة حاجات كدا معينة حافظاها وفي حاجات هي مش حافظاها خالص بحاول بقى على قد ما اقدر ان انا يعني اللي هي عارفاه حتى اكدهولها واللي هي مش عارفاه اديها منه يعني كل يوم ممكن حاجة جديدة او حاجة دا كان الفيديو بتاع النهارده واشوفكوا على خير مع السلامة